كتفيق كل نهار، كتخدم، كتجري، كتعيا، وفي الاخر نفس النتيجة. الفلوس ما كتكفيش، الحياة دايرة بحال حلقة، وكتسول راسك فين المشكل. غادي نقولها لك في وجهك بلا تزيين، المشكل ماشي في الحظ، المشكل في العقلية ديالك. حيت إلا كانت العقلية غلطة، حتى إلا خدمت 20 ساعة في النهار غتبقى في بلاصتك. أول حاجة خاصك تفهمها، الفقر ماشي غير نقص الفلوس، الفقر هو طريقة تفكير. كاين اللي عنده فلوس قليلة ولكن عقله كبير، وكاين اللي كيشد مزيان ولكن عقله فقير. شنو الفرق؟ واحد كيشوف الفرص، وواحد كيشوف غير المشاكل. العقلية الأولى اللي خاصك تحيد، خدم بزاف وغادي تنجح. اسمح مزيان، الخدمة بوحدها ما كتكفيش. إلا كانت غادي تغني، كل الناس اللي كيديروا أشقر أعمال هما الأغنياء، ولكن الواقع أغلبهم باقي كيحارب باش يعيش. علاش؟ حيت كيبدلوا الوقت ديالهم بالفلوس، وهذا الشيء عنده سقف. نهار توقف كتوقف الفلوس. العقلية الثانية، تسنى الفرصة. شحال وانت كتقول نهار تجي الفرصة غادي نبدل حياتي؟ واش عارف شنو كيدير هاد التفكير؟ كيخليك جالس كتفرج وكتضيع الوقت. الفرص ما كتجيش عندك وانت جالس، الفرص كتصاوب كتخلق. إلا بقيتي كتسنى غادي يكبر فيك الندم ماشي النجاح. الوقت ما كيوقفش عليك، والفرص ما كتصبرش حتى تكون واجد. كل نهار كتدوزو وانت ما درتي والو راه كيتحسب عليك ماشي ليك. كتقول مازال ما جا الوقت المناسب، ولكن الحقيقة ما كاين حتى وقت مناسب. كاين غير واحد الحاجة، إما كتبدا دابا ولا كيبدا الندم من دابا. حيت الناس اللي وصلوا ما كانوش واجدين، بداو هما تايهين وخايفين وما عارفينش الطريق. ولكن الفرق ما تسناوش، تحركوا، غلطوا، تعلموا وعاودوا من جديد. أما اللي بقى كيتسنى بقى في بلاصتو، والحياة ما عندها حتى رحمة مع اللي واقف. إلا ما درتيش الخطوة الأولى دابا غادي ديرها من بعد، ولا غادي تبقى غير كتفكر فيها حتى تقول لي غير واحد كون في حياتك. كون درت، كون جربت، كون خاطرت، ولكن دابا فات الحال. بغيت نطرح عليك سؤال، شحال ضيعتي من فرصة غير حيت قلتي من بعد؟ شحال من مرة كنتي قريب تبدا وتراجعتي؟ الفرق بينك وبين اللي وصل ماشي في الذكاء، ماشي في الحظ. الفرق بسيط، هو ما تسناش، بداو هو ما واجدش وجبد الطريق بيديه. أما أنت بقيتي كتسنى الطريق تبان ليك.